وقبل ما ندخل في الحته بتاعت طرق التلاعب، خليني ادي نصيحه مهمه جدا. ما اسمعش لكلام الناس المتخلفه اللي بتقعد تقول لك خليك سيجما ميل وتلاعب بكل اللي حواليك كقطع الشطرنج، لان الطرق دي ممكن تكون فعلا هتحقق مثلا حاجه معينه انت في دماغك من الشخص اللي قدامك، ولكن فعلا مؤذيه جدا للطرف التاني. فلو اللي انت بتتكلم معاه صاحبك، حد انت بتحبه، الطرق دي فعلا مدمرة للعلاقة دي على المدى الطويل. فتاني تاني تاني ما تلعبش بحد. فعلا ما تلعبش بحد. لو لقيت نفسك بتستعمل حاجة من الطرق دي، عادي، انا كنت بستعمل silent treatment للاسف زمان. ف يعني وقف بس، يعني مش كمان تسمع الحاجات دي عشان تعملها. الهدف من الجزء ده هو التوعية، ازاي تتعامل مع الطرق الغريبة دي، وازاي تقدر تشوف هل الطريقة دي فعلا بتعمل فيك ولا لأ. مش الهدف منها ان انت تاخد الطريقة دي وتستعملها. بما اني وضحت كل حاجة، يلا بينا نبدأ.